يواجه المغني الشاب زهير البهاوي مشاكل في افتتاح مشروعه الثاني المكون من مقهى ومطعم وقاعة ألعاب، حيث رفع سكان الإقامة التي تضم المشروع شكاية مرفوقة بعريضة إلى رئيس مجلس جماعة تطوان يطالبونه من خلالها بمنع الترخيص للبهاوي. سكان إقامة الرئيس بمدينة تطوان قالوا إنهم يعارضون فتح زهير البهاري مشروعه الجديد، وراسلوا السلطات الوصية بهذا الشأن، لأن هذا النوع من المشاريع يرافقه ضجيج الآلات الموسيقية ذات الصوت المرتفع إلى أوقات متأخرة من الليل، إضافة إلى أن هذه المحلات تعتبر ملاذا للقاصرين والمنحرفين، ما سيؤذي السكان. والتمس سكان الإقامة التي يعتزم البهاوي فتح مشروعه الجديد فيها من رئيس مجلس جماعة تطوان عدم الترخيص لفتح مقهى ومطعم وقاعة ألعاب، لما سيسببه ذلك من متاعب للسكان. من جهته كشف مصدر مقرب من المغني زهير البهاوي المشروع الجديد الذي يحمل اسم كولاكسيبو الأسنان كان مهيأ أن يفتح أبوابه رأس السنة المقبلة، لكن شكاية السكان على الأغلب ستحول دون ذلك.